السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل شاورما الفراخ من بواقي الفراخ الموجودة عندك في التلاجة. أي بواقي فراخ موجودة عندك في التلاجة نعمل منها الشاورما. بجد خطيرة ورائعة ومنجزة وفي أقل وقت ممكن تعمليها. وهنبدأ بسم الله. معايا طاسة على النار هنزل فيها بمعلقة سمنة ومعلقتين زيت. وهنزل بالبصل المقطع مكعبات، ومعلقة ملح. انا هدبل البصل، انا مش عايزة البصل يتحمر معايا، انا بس عايزاه يتدبل ويديني لون اصفر خفيف. شاورما الفراخ اكلة جميلة. اي بواقي فراخ موجودة عندك في التلاجة، صدور، وراك، فراخ محمرة، فراخ مسلوقة، فراخ مشوية، اي بواقي فراخ موجودة في التلاجة هنعمل منها الشاورما. بجد خطيرة ورائعة. سندوتشات عيش سوري او سندوتشات عيش ابيض، بجد خطيرة جدا. هنا هنزل بالفلفل المقطع مكعبات. انا بدبل الفلفل مع البصل لان انا عايزة الفلفل يديني قرشة خفيفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الأكلة دي ممكن تعمليها في 10 دقايق، مش هتاخد منك وقت لأن الفراخ مستوية. وهنا بنزل بالفراخ المقطع شرايح، انت ممكن تقطعيه مكعبات أو ممكن تقطعيه أي تقطيعة انت تحبيها. الفراخ مستوية مش هتاخد معايا وقت، هي كام تقليبة مش كتير. ريحتها رائعة وخطيرة. وهنزل بمعلقة التوابل. معلقة التوابل دي عبارة عن فلفل أسود وكمون وكزبرة مطحونين مع بعض. هنا آخر حاجة بنزل بيها الطماطم. أنا مش عايزة طماطم تنزل المية بتاعتها، عشان كده أنا بخليها في الآخر. أنا بس عايزة الشكل واللون بتاعها. لو عندك فلفل ألوان، خطيرة الشاورما بالفلفل الألوان، بيديها شكل ولون حلو جميل جدا. وكده الشاورما خلصت والفيديو بتاعنا خلص. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.